في العهد القديم كان في أمير اسمه الأمير آدم، كان أمير لجزيرة صغيرة اسم الجزيرة صوفيا، والأميرة نار والدة الأمير آدم كانت قوية وشجاعة جدا وتعتبر هي الحاكمة للجزيرة، كلامها بتفرضه على الكل بما فيهم ابنها آدم. في يوم الأمير آدم دخل عليها أوضتها. أميرة، حابب أتكلم معاكي في موضوع مهم. اتفضل يا ابني، خير، في حاجة مهمة ولا إيه؟ مش عارفة أدخل في الموضوع ده إزاي. قوله زي ما هو يا ابني. خير، قلقتني في إيه هي الحاجة المهمة دي لدرجة إن أنت متردد تتكلم بالشكل ده؟ آدم أخد نفس عميق واستجمع قوته. أنا عايزة أتجوز الأميرة علا من الجزيرة المجاورة. إيه الأميرة علا؟ أنت جننت يا ابني ولا إيه؟ أنت عايز تقضي علينا خالص ولا إيه؟ أنت جننت وفقدت عقلك؟ ما لقيتش غير دي؟ أنت عارف لو عملت كده هيكلفك إيه؟ عارف ولا مش عارف يا ابني؟ جاهز، أنا جاهز لأي حاجة. أنا هحارب عشان حبي مهما كان، حتى لو في نهاية الطريق ده موتي. هموت يا أميرة. أنت خليت فيها أميرة؟ أميرة إيه بس؟ أنت جاي تقول لي هتقضي عليا وعلى الجزيرة وعلى عائلتنا وعلى كل حاجة ولسه بتقول أميرة؟ هو أنت هتسيب أمر لحد؟ ليه رد الفعل القاسي ده يا أميرة؟ أنا عارف موضوع صعب، لكن ما فيش في الدنيا حاجة اسمها مستحيلة، ومين عارف مش يمكن الجوازة دي تبقى سبب بقى في نهاية الخلاف بيننا وبينهم. طبعا ممكن يا ابني، لكن الكلام ده في الأحلام مش في الحقيقة. هي الأميرة هلا موافقة على الجنون ده؟ موافقة يا أميرة. طبعا لازم تبقى موافقة، ما تبقاش موافقة ليه؟ طريق جاهز للحصول على الجزيرة، أكيد الفكرة دي فكرة أخوها إياد. ما تظلمهاش يا أميرة، هي حلفت إن أخوها إياد ما يعرفش حاجة عن الموضوع ده، إحنا هنتجوز من غير علمه. هو أنت واثق فيها للدرجة دي يا ابني؟ واثق يا أميرة. تعرف إن أنا ما استغربتش إن أنت بالسذاجة دي من يومك وأنت عاطفي رومانسي ماسك روايات وعايش في جو الأحلام، كان باين عليك إن أنت هتبقى كده، لكن المشكلة إن الأمير والدك توفى وما عرفتش أخلف غيرك، أنت خيبت أملي، أنت هتدمر جزيرتي، لكن أنا بقى مش هسمح لك أبدا بده يا ابني، مش هسمح حتى لو كلفني الأمر إني أقف قصادك. ما تخلينيش أعمل كده، ما تخليش الأم عدوة ابنها. اتخلى عن الوهم اللي اسمه حب ده يا ابني، اتخلى عنه. انت اللي عمرك ما حبيتي، عشان كده بتقولي الكلام ده. اتجوزتي الامير والدي عشان الحكم، مشاعرك وركنتيه على جنب، خليتي قلبك في كفه في ايدك عشان ما حدش يقدر يسيطر عليه. ايوه يا ابني، انا عملت كده وانت اعمل كده عشان بعد كده ما نلاقيش نفسنا في الشارع ويتاخد مننا الحكم. دي مؤامره عشان ياخدوا منك الحكم. فوق يا ابني فوق. غير كده بقى قول لي، امتى شفت البنت دي وامتى حبيتها بالشكل ده؟ اتعرفت عليها وحبيتها في اخر حرب ما بيننا. ملاك ملاش في الخصومات اللي ما بيننا. ملاك نسمه قدرت تنسيني همومي. اول ما شفتها عرفت انها حب عمري اللي ما اقدرش استغنى عنها. نظرتك ليا معبره قوي يا اميره، بتبص لي كاني خيبه امل. على العموم انا هتجوزها، اتفقت انا وهي انها تهرب من اخوها وهتيجي على هنا، هتبقى تحت عهدنا. حبيت بس ابلغ بقراري مش اكتر، يعني انا همشي لحد نهايه الطريق ده، ولاول مره هسمع كلام قلبي يا اميره. لو كان ينفع اقول لك اتخلى عن حكم ليا تمام، لكن الستات مش بتحكم مع الاسف. بعد اذنك انا هستأذن، كنت عايزه ابلغ بقراري وخلاص بلغتك. وخرج من اوضتها. بعد ما خرج من اوضتها مسك قلبه. كنت اتمنى تفهميني، اتمنى كنت تكوني سند ليا. فناداها على الحارس اللي اسمه فؤاد. يا فؤاد، يا حارس فؤاد، تعال حالا. امرك يا امير، تؤمر بايه؟ الاميره علا هتيجي هنا، حضر جناح ليها وروح تكون قرب الجزيره بتاعتها. اول ما تشوفها خرجت من البوابه بتاعت الجزيره جيبها لحد هنا. ماشي يا حارس؟ تمام يا اميري، بعد اذنك. وراح ينفذ امره. نهر بقى كانت بتاكل في نفسها من الغضب، وكانت بتقول لنفسها مش هسمح بده، مش هسمح ابدا، مستحيل البنت دي تيجي هنا وتبقى اميره، لا مش هسمح، هيبقى في حرب وهيقضوا على جزيرتي. اسفه يا ابني، لكن ما ينفعش اسمح لك بده. هخليك تتسلى معاها شويه وهبعتها يا للموت يا للجزيره بتاعتها على حسب قرار اخوها اياد. سامحني واتمنى تفهمني يا امير الوحيد. فعلا الحارس استنى الاميره علا لحد ما خرجت من باب الجزيره ورجعت معاه. اول ما شافها الامير ادم حضنها جامد. اخيرا بقينا تحت نفس السقف. انا بحبك قوي يا ادم، وما اقدرش اتخيل حياتي من غيرك. حبك خلاني عندي قوه اواجه كل حاجه بما فيهم اخويا اياد. اي حاجه هتكون سد بيني وبينك انا هواجهها وهحارب لحد اخر نفس ليا. هي فين الاميره نار؟ سكت ادم وبص في الارض وما كانش عارف يرد عليه يقول لها ايه. مامتك ما تقبلتش فكره حبنا لبعض، صح؟ خايفه اخد منها الحكم، خايفه على الكرسي بتاعها وبتاعك، خايفه بيعك، صح؟ مع الوقت هتصدق حبنا لبعض. لما تشوف اللي ممكن نضحي بيه عشان حبنا ساعتها بقى هتصدق وهتدعمنا. لكن الصبر يا حبيبتي. كان نفسي اشوفها، ما شفتهاش غير مره واحده بس في حياتي، بس معروفه في الجزيره عندنا بقوتها وجمالها وكمان شجاعتها، واكتر حاجه معروفه بيها هي عيونها. هي فعلا جميله، وعيونها دي حاجه تانية خالص. فعلا عندها عين زرقاء زي السما بالظبط، والعين التانية لونها خضرا مع وسع عيونها. لما بتركز في حاجه عينيها بتوسع على وسعها
وعدسات عيونها بتوضح وتظهر اكتر وبيبان جمالها اكتر واكتر. لكن لو متعصبه تحس كده ان عدسه عينيها الزرقاء بتقلب زي قلبة السما. هتشوفيها وهتحبيها وهتحبك، لكن اديها فرصه مع الوقت. طالما انت معايا انا هصبر وهستنى اي حاجه تهون. اهم حاجه عندي ما كنتش في مكان انت مش موجود فيه. مسك ايديها وبس ايديها. مش هقدر استنى اكتر من كده، هنتجوز النهارده عشان لو اخوك عارف ان انت هنا او هجم علينا تبقي مراتي، عشان محدش يعرف ياخدك مني. الاميره نهر مش هتقبل بده، فايه رايك بقى نتجوز بعيد عن الجزيره؟ عندك حق، تعالي نتجوز في مكان تاني وكله يبقى تحت الامر الواقع عشان محدش يمنع حبنا. ومسك ايديها وخرجوا من الجزيره واتجوزوا من غير علم الاميره نهر. ورجعوا الجزيره وهما متجوزين. استقبلتهم بقى الاميره نهر. كنت فين يا امير ادم؟ كنت بتجوز يا اميره، الاميره علا بقت مراتي. ايه؟ انت بتقول ايه؟ انت اتجننت؟ مستحيل. زي ما انت قلت بالظبط، لما بتغضب عينيها بتتقلب زي قلبة السما، لكن رغم كده جميله قوي ومميزه. بصت لها نهر بغضب ورفعت حاجبها لفوق. تفتكري باسلوبك ده هحبك؟ تفتكري مثلا هديكي فرصه؟ انت عدوتي. انا واثقه ان انت لو اديتيني فرصه هتحبيني. ادي لنفسك فرصه وادي ليا فرصه، اوعدك مش هتندمي. انا هبقى هنا معاكم، بقيت واحده منكم. ليه نكره بعض وبايدينا اصلا نحب بعض ونعيش في سلام. عارفه وفاهمه مخاوفك، لكن مش هيجيلك اي ضرر مني، اوعدك بده. بس اسكتي اسكتي خالص. لعبتي بعقل ابني وبتجربي تلعبي بعقلي انا كمان، بس مش انا. اخرك بس تلعبي على ابني عديم العقل، اكتر من كده مش هتلاقي. يلا سلام يا حلوه. وسابتهم ودخلت اوضتها وهي في قمه غضبها. بتحبني موت الاميره دي، شفتي وهي بتقول عليا عديم العقل؟ شفت شكل كده بقى مفيش اي امل انها تحبني او تديني حتى فرصه انها تحبني. هتحبك وحياتك عندي هتحبك وهتتقبلك، لكن اديها فرصه. يلا نطلع اوضتنا عشان تعبت من الاثاره والتوتر. بس هي عينيها حلوه قوي يا ادم. للدرجه دي حابه عينيها؟ ادعي بقى نجيب بنت شبهها طالما عجباكي عينيها قوي كده. يا ريت بجد، يا ريت قوي. لما تحملي اقعدي بصي على عين الاميره، وبنتك او ابنك اللي في بطنك هيشبهها جدا. ما تكسفنيش بقى يا امير. انت فعلا اتكسفتي. خلاص انا سكت اهو. عدى اكتر من شهر على وجودها عندهم، والاميره نهر مش بتتكلم معاها خالص. اما بقى الامير اياد اخو الاميره علا، في الفتره دي كان بيدور على علا وما كانش عارف يلاقيها، وكل ما كان بيمر عليه الوقت ومش بيلاقيها غضبه بيزيد، وخلى بقى كل الحراس بتوعه يدوروا عليها لكن محدش لاقيها. في يوم الاميره نهر اتجهزت وراحت لجزيره دم زياره للامير اياد. الامير اياد استغرب لما بلغوه بوجودها. نعم، الاميره نهر مره واحده جات لي لحد هنا؟ غريبه يعني. عايزه ايه دي؟ تمام نروح نشوف عايزه ايه، مع ان ما يجيش ابدا خير من وراها، اما نشوف بقى اخرتها معاها. وراح استقبلها فمد ايده عشان يسلم عليها. مش اي حد بسلم عليه يا ابني، نزل ايدك عشان ما تتعبكش. انت جايه تستفزيني عشان قتلك يا عجوزه؟ ايه اللي جابك؟ عجوزه لكن اعرف اديرك وادير جزيرتك. عجوز افضل من شاب مش عارف اي حاجه، حتى مش عارف فين اخته. اختي؟ انت عارفه فين علا؟ هقول لك فين اختك، لكن بشرطين. ايه الشرطين دول؟ قولي عليهم. انت قلت عليا عجوزه، ما اكدبش عليك، كلمه ما حبيتهاش لانك قلتها بصيغه شتيمه، فاشتم نفسك الاول. نعم، انت بتقولي ايه؟ انت عارفه انا ممكن اقتلك وبكل سهوله كمان. انت في جزيرتي ولا انت ناسيه ده؟ قال اشتم نفسي قال. ما تعرفش تعمل كده، انت اضعف من كده. ما تتعبش قلبي واشتم نفسك يا ابني، لان انا ما عنديش وقت ليك، والا همشي من غير ما تعرف فين اختك. سكت اياد وهو مش عارف يعمل ايه، فبص على الحراس. اطلعوا بره. لا مش هيطلعوا، زي ما سمعوا طولة لسانك عليا هيسمعوا شتمتك لنفسك. يلا يا ابني سمعني، ما عنديش وقت كده كتير قوي، يلا. بص لها بغضب واتردد جدا. انا حيوان لان انا اتكلمت معاكي بحيوانيه، تمام كده؟ تقبلت اعتذارك، تقبلت. ندخل بقى للشرط التاني. اهم حاجه ما تاذيش ابني، اوعى. ابنك اللي هو خاطف اختي صح؟ لا، اختك متجوزه ابني ومش هتعرف تاخدها منه لانه مأمن القصر، لكن انا هجيبها لك لحد عندك، بس اهم حاجه ما تلمس ابني، اتفقنا؟ نعم. انت بتقولي ايه؟ اختي انا تتجوز عدونا؟ ده انا هقتلها. بأيدك يا ابني، تستاهل القتل، اقتلها وريحني منها، لكن ابني لو لمسته هطير رقبتك. اوعدك مش هلمسه، وزي ما قلتي اتجوزته، يعني مشيت بقى من هنا بارادتها واتجوزت عدوها. مش قادر اصدق اختي تعمل كده، دي كانت روحي. على العموم تمام، جيبيها لحد هنا وابنك هيبقى في امان ومش هلمسه، وعد مني. اوكي اتفقنا،
هجيبهولك. يلا سلام دلوقتي، ما تجيش توصلني، انا عارفه الطريق، باي باي. وقامت ومشيت. رجعت للقصر ونادت على علا. علا استغربت جدا انها طلبتها. امرك يا اميره نهر. مش هكدب عليكي يا بنتي، انا مش بحبك ومش بقبلك ومش هحبك، لكن ابني بقى اختارك، فطالما كده مجبره اتعامل معاكي، عشان كده هدي لنفسي فرصه ان انا احبك. روحي يلا جهزي نفسك وتعالي نتسوق. ايه بجد هنتسوق؟ يعني هنتسوق انا وانتي لوحدنا؟ تمام، انا هجهز حالا وفي ثواني. وبالفعل جهزت علا واخدتها نهر وهما في الطريق. هو احنا ليه بعدنا عن القصر؟ احنا هنتسوق في انهي حته بالظبط؟ هتتسوقي يا جميله عند اخوكي. نعم اخويا؟ هترجعيني لهناك؟ ما تعمليش كده ارجوكي لو سمحتي، ده ممكن يقتلني. لا يا بيبي بس بقى ما تصعبيش عليا، مش هتصعبي، عملت واللي كان. مش عايزه صوت، اوكي؟ فشاورت للحراس وربطوا علا وهي عماله تصرخ وبتتوسل لها، ووصلوا لحد جزيره الدم اللي هي بتاعت اياد. اياد اول ما شافها بص لها بعتاب وخذلان. عملت فيا انا كده؟ عملت كده في اخوكي؟ انا مش مصدق نفسي، ازاي؟ فشاور على الحراس عشان ياخدوها لفوق، وفضلت علا تقول بصراخ وغضب جدا وخذلان: ادم مش هيسمح بده، ادم مستحيل يسمح بده، ذنبي في رقبتك يا اميره، ادم مش هيسامحك، انت حره. عند اتفقنا يا اميره، انا مش هلمس ابنك، وشكرا يا اميره نهر انك رجعتي لي اختي. بصت له باستحقار. لما وصل ادم القصر فضل يدور على علا وما لقاهاش. دخل لنهر: اميره نهر، ما شفتش علا؟ رجعت، انا رجعتها لاخوها، ايه رايك؟ ايه عملتي ايه؟ بقول لك رجعتها لاخوها، مش سامعني ليه؟ رجعتها لاخوها. رجعتيها؟ هقتلها. ازاي تعملي كده؟ كل ده ليه؟ ها؟ ليه دوسي على قلب ابنك؟ لو تفتكري لما تعملي كده هتخلى بقى عنها تبقي غلطانه. انا هوريك انا عامل ايه، وعلى فكره انا مش مسامحك. فجهز جيش وقرر بقى انه يحارب جزيره دم. انت اتجننت؟ انت عايز تموت؟ لا لا، انت فقدت عقلك. قلت لك قبل كده، لكن انت للاسف ما صدقتنيش. انا راضي بالموت عشان علا، ده انا اموت 100 مره عشانها، دي روحي. نهر حاولت تمنعه لكن هو صمم واخد الجيش وتوجه لجزيره الدم. الحراس قالوا لاياد بمجيء ادم، فاتجهز للحرب وحصل حرب بينهم. واثناء الحرب دخل ادم القصر يدور على علا لكنه ما لقاهاش. طلع ادم وبكل غضبه مسك في اياد: فين علا؟ عملت فيها ايه؟ انت يا كلب، لو قتلتني للاسف مش هتعرف توصل لها، لا هي ولا للطفل اللي في بطنها. سابوا ادم بصدمه. انت قلت ايه؟ الطفل اللي في بطنها؟ هي حامل؟ ايوه اختي حامل، لسه حاملها جديد، وعشان انا عارف ان انت مش هتبقى هادي اخدتها هي واللي في بطنها وديتها بقى لمكان بعيد، فلو فكرت تعمل فيا حاجه مش هتشوفهم تاني. اللي انت عايزه انا هعمله، لكن ما تاذوهاش. هو انت حبيتها بجد ولا ايه؟ كويس قوي كده، هتسهل عليا حاجات كتير قوي. هتديني اللي انا عايزه. لو انت عايز علا والطفل اديني جزيرتك. اطلب حاجه تاني وانا هديها لك، حتى لو هتطلب روحي انا هديها لك. هعمل ايه بيها روحك دي؟ خليها لك، مش عايزها، انا عايز جزيره صوفيا. ايه رايك بقى؟ قرارك يا امير. ما ردش ادم عليه ورجع هو وجيشه. راحوا على القصر وهو في حاله خذلان. انت بخير؟ حصل لك حاجه؟ فيك حاجه؟ يا ابني رد عليا، يعني البنت دي تستاهل حبك عشان تخلي جزيرتك واهلك يحاربوا عشانها؟ انهار ادم وقعد على الارض وفضل يعيط: بحبها بحبها يا ماما، انا امير لكن قلبي قلب بشر، قلبي حبها يا ماما، اتوسل اليكي، حس بيا، اخرجي من انك اميره ليا، وبيقوم بجد، بيقوم لمره واحده بس. انا بموت، ليه عملتي كده؟ ليه سلمتيها لاخوها؟ اخوها اخدها واخد الطفل اللي في بطنها، خدهم ووداهم مكان انا مش عارفه اوصل له، خدهم ومقابل بقى انه يرجعهم عايز الجزيره تبقى المقابل، عايز يبقى امير لجزيره صوفيا. تفتكري اختار ايه؟ اكيد اختار ابني ومراتي. ليه خليتيني ادخل في الاختيار ده؟ ليه يا ماما؟ انا هعمل ايه دلوقتي؟ نزلت دموع نهر وقعدت جنب ابنها وحضنته. مراتك حامل؟ انا ما كنتش اعرف، انا اسفه يا ابني. ولا انا كنت اعرف، شكلها تعبت هناك. وعرفوا اياد، واياد قال لي يا ترى بقى هم بخير يا ماما؟ انا مش عارف. بخير يا ابني، انا هرجعهم، ما تخافش، هرجعهم حتى لو الامر ده كلفني حياتي. انا مش هسيب دمي عند اياد، مش هخلي حفيدي يبقى شبه اياد. اطمن، انا هرجعهم. نهر جازت وراحت لاياد. اياد بقى اول ما شافها ابتسم بسخريه: بقينا اصحاب وبقيتي تجيلي كتير قوي، ما كنتش عارف ان انتي بتحبيني للدرجه دي. اكتر حاجه بحبها فيك الثقه الزياده، بجد بجد بنبهر بيها.
وافيت بوعدي وما لمسش ابنك. ايه اللي انت عايزه وتديني علا؟ ده كبر السن ده ولا ايه؟ مش علا دي برضو كانت عندك ولا ايه؟ وما كانش في حب بينك وبينها واديتاني بايدك، دلوقتي بقى ليها معزه عندك ولا ايه؟ فاهميني ايه الحوار؟ علا فين؟ وايه المقابل ان انت تدهاني؟ وما تقوليش اسلمك الجزيره، ما تطلبش المستحيل. مع الاسف يا اميره، ده طلبي الوحيد، انا عايز الجزيره. مستحيل اطلب حاجه تاني. مع الاسف مفيش يا اميره، انا عندي ميعاد مهم فاستاذن منك المره الجايه لما تجيلي تبقي جايه على اساس تسليم بقى جزيرتك، تمام؟ وابتسم ابتسامه انتصار وبعدها مشي. نهر قالت لنفسها لفيتي الحبل حوالين رقبتك يا نهر، هتعملي ايه في المصيبه دي؟ رجعت القصر وهي مغزوله. ادم فهم انها معرفتش تعمل حاجه. اطمني، اكيد هيرجعوا، اكيد في حل لكل ده دواء، اطمني. انا اسفه يا ابني، بجد انا اسفه، انا مش عارفه اقول لك ايه. ما تتاسفيش يا اميره نهر، ما تتاسفيش، ده مكتوب. عدى الوقت وادم جرب كل الطرق وما سابش مكان غير ودور فيه، لكن اياد بقى كان مصمم ان هو ياخد الجزيره، وادم كان صعب عليه يعمل في عيلته واهله كده وانه يسلموا جزيرته. سقت حاله نهر لاحساسها بالندم، وعدى حوالي 5 سنين على الحال ده. واياد بقى جاله مرض فحس بالذنب باللي عمله في اخته وابن اخته. فك اسر علا وجيبها لهنا عشان اطلب منها السماح، حاسس خلاص ان انا بموت، لازم اطلب منها السماح. وبالفعل اتفك اسر علا هي وبنتها قمر. اياد اول ما شافهم قدامه ابتسم لقمر. حبيبه خاله تعالي. خافت البنت جدا ورجعت ورا استخبت في علا. تفتكر ينفع تجيلك بسهوله؟ ازاي تجيلك وانت اخدت سنين من عمرها وهي محبوسه؟ حرام عليك، انت مفتري. انا اسف، الجشع عماني، اسف، انا بموت يا حبيبتي، سامحيني يا اختي. مالك؟ حاسس بايه؟ اياد ما تسيبنيش، انا بموت، حالتي بتسوء والدكاتره مش عارفين مالي. لا لا ما تقولش كده، هتبقى كويس، ما تخافش يا حبيبي. سامحيني يا علا، سامحيني على كل حاجه، انا اسف بجد، انا ندمان. الاخت ما تقدرش ما تسامحش اخوها، اكيد مسامحاك. البنت واخده عيون الاميره نهر، عين زرقاء وعين خضراء. ايوه شبهها قوي، لكن ان شاء الله مش هتطلع شبهها في الطباع. الاميره نهر عملت كل حاجه عشان ترجعك، جات لي هنا اكتر من مره عشان ترجعك، دي ندمت قوي وانا كمان ندمت. بجد؟ انت بتتكلم بجد؟ ايوه، لو تشوفي حالتها هيصعب عليكي حالها قوي. غريبه، لا وغريبه قوي كمان، ايه اللي غيرها؟ مش مهم دلوقتي، خدي بنتك وارجعي لجوزك، خلي بالك من بنتك. نعم؟ يعني بجد هتسيبني ارجع لادم؟ ايوه ارجعي لجوزك، خلي بنتك تتربى مع ابوها. انت بقى هتبقى كويس وهيجي اشوفك كل يوم وهتبقى كويس، انا واثقه من ده. ده لا، عشان برضه يا بنت الاصول سلمي لي على ادم. رجعت علا لادم. ادم اول ما شافها قلبه كان هيقف من السعاده وما كانش مصدق عيونه، فجري عليها وحضنها. في الوقت ده قمر بنتها بعدت عنها ودخلت القصر عند نهر. نهر اول ما شافتها ابتسمت وقربت منها. ايه ده؟ ايه العيون الجميله دي؟ معقوله؟ عيوني شبه عيونك، انتي حلوه قوي. انتي ازاي شبه كده؟ ازاي واخده نفس عيوني؟ انتي بنت مين يا جميله؟ انا مش جميله، انا قمر. اسفه، انتي بنت مين يا قمر؟ انا بنت الاميره علا والامير ادم. نعم، انتي بنت علا وادم؟ بجد؟ طب فين والدتك؟ ماما بره بتحضن حد. طلعت بيها لبره وشافت علا، نزلت دموعها. انا اسفه، اسفه قوي يا بنتي. قربت من علا ومسحت دموعها. الاميره نهر الشجاعه ما تنزلش دموعها، ما تتاسفيش، طبيعي ان انتي ما كنتيش تتقبلي حبنا، انا عذراكي على فكره. ابتسمت وبصت لبنتها قمر. بنتي شبهك قوي على فكره، خدتي بالك؟ شبهي؟ شبهي ايه؟ دي اجمل بكتير، دي عسل قوي، تعالي يا عسل. الحمد لله ان احنا رجعنا عيله واحده. مش قلت لك يا علا هيجي وقت الاميره نهر هتتقبل حبنا؟ ايوه مشينا في طريق كله صعوبات لكن في الاخر وصلنا. ايوه طبعا وصلنا، انا سعيده قوي ان احنا اتجمعنا. ونهر بقت تتعامل مع علا كانها بنتها ويمكن اكتر كمان، وبقت بتفضلها عن ابنها بعض الساعات، وقمر ما بقتش تنام غير في حضنها. وعلا وادم بقوا بيروحوا دايما لاياد يطمنوا عليه لحد ما استرد صحته وبقى بيجي لهم زياره، وكان بيلعب مع بنت اخته قمر، وقمر كانت بتحبه جدا.